ابراهيم ديال سعيد لاعب شاب لا يكل ولا يمل، قدرات بدنيه قويه جدا، تسديدات رائعه ودقيقه، لاعب يحسن تمركز، ذكي جدا في قراءه اللعب، رؤيه جيده. اراه احسن معوض للوكا مودريتش في نادي ريال مدريد. ارى انه مستقبل احسن لاعب وسط في العالم. عنده دي كاليتي تكلمتوا عليه، عنده دي كاليتي، عنده الاخر. انا زوج حوايج نجم ننصحوه، ممكن يفيدوه، ممكن ما ياخذهمش. الحاجه الاولى يدير بلي مازال ما لحقش، لان اللي يلحق اللي يقول الحق لازم يكون تيتولار اون ايكيب ناسيونال. هذاك ينجم يقول ديجا عندي الحق وعنده دي كاليتي الولد هذا. لا دوزيام كونساي اللي نعطيلو نقول له بلي يفو ترافاي بزاف لا ميسكولاتور تاعك، يفو تكون سور لو بلان لا ميسكولاسيون تكون فريمون الكور تاعك يكون صحيح، وما تخافش فو يالي، ما تخافش راك جوار رابيد كاليتي كاينه كلش. كي يكونوا هاد زوج حوايج وين تنجم تقارش مع شفنا هو يفيتي شويه لو كونتاكت الشوك صح. نو بارفون كيما هذيك اللي راح مع الجول ينجم كان يقولوا كان اكسيليرا شويه ممكن يديها له يروح، ولا ممكن مام يقيسوا الكاردي يديها نكوفرون. تقدر تقول عليه كلش قوي في الخطوط الثلاثه ديالو، يلعب على كل الجبهات. جود بيلينغهام ما تقدرش تلعب جيل افضل من هؤلاء اللاعبين وما فاش بالالقاب. جيل الجالاكتيكوس، رونالدو الفينومينو اعظم مهاجم في تاريخ كره القدم، ما فاش بالالقاب. الريال دائما كان يفوز بالالقاب ميدو. الحق مش من الالقاب، الريال دائما كان يفوز بالالقاب التي فاز بها. يعني انت غير متخوف من مجيء علاش نتخوف؟ لعب ماتش سي دي ماتش 11 كونتر 11 الفوتبول ما فيهش الخوف. برشلونه سيستمر بما يملك من كيف سيرد لابورتا على هذه الصفقه؟ لماذا سيرد برشلونه؟ بالسكوت، بالاختباء. برشلونه ما يقدرش يرد. طيب باص بالطرونغولور برشلونه. تصور نعطيك فقط شيء واحد، برشلونه اعلن في اليوم يعلنوا ريال مدريد ممكن على 15 مليون اورو راتب مبابي، ويتم وضعها في الليغا بصوره عاديه. برشلونه وضع راتب في جون فيليكس 400 الف اورو. هل تعلم ماذا فعل تايباس في سلم الرواتب؟ وضعه ب 4 مليون اورو. قال لهم كي قالوا له علاه في تصريح صحفي قال لهم جون فيليكس نجم لا يمكن ان ينال فقط 400 الف اورو مثل ما ارسله برشلونه في العقود. انت تسير على حسب العقود ولا تسير على حسب الاهواء؟ العقود طبعا. وها الاتحاد يعني الرابطه الاسبانيه علقت الان كل فشل برشلونه في شماعه اسمها تيباس. اعطيتك مثل واحد. برشلونه هذا الموسم كيف سيرد لابورتا الان؟ هناك صفقه مدويه، صفقه تاريخيه، هناك نجم عالمي يقترب من الدوري الاسباني يدق ابواب الريال، ولابورتا المسكين في سبات مختفي مختبئ. ماذا سيفعل؟ كيف سيرد ميدو؟ على اوبليجي يرد. لازم يرد لازم ترجع ميدو. شوف على تتلقى اللكمه اللكمه تريح مختبئ. مبابي لا ضربه وليست لكمه. مبابي يلعب لوحده في ريال مدريد. شوف مبابي سميه لكمه، سميه صفعه، سميه ضربه قاسمه. طول العمر عاودوا نتلاقاو هنا ممكن تغير حديثا، لانه كره القدم لا ماشي علم دقيق. كما قال لك ممكن ينجح ممكن ما ينجحش. ليست علم دقيق ولكنها علم. هذه يغلطوا فيها بزاف ناس، يقول لك كرة القدم ليست علوم دقيقة. صحيح ليست رياضيات. مبابي نجم عالمي، ليست علوم دقيقة ولكنها علوم. مبابي نجم عالمي، واحد من افضل 3 لاعبين في العالم ودوبي دي زاني، وريال مدريد يجري موراه 7 سنوات كاملة. اليوم راح ياتي ريال مدريد، لكن من يضمن ان يتالق؟ المرة الأخيرة ليس الريال من جرى وراء مبابي، وإنما مبابي من جاء إلى الريال ودق أبواب الريال. 7 سنين مازال 7 سنين خطفوا نويس هذا تاع قبيله. أين لابورتا؟ أول سؤال، أين لابورتا الآن؟ كيف أين لابورتا؟ أين هو مختفي؟ من على بالي أين هو مختبئ؟ ليس مختبئ، لا. كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم. يمكن أن يتألق مبابي، لازم يكون الريال، لازم يكون ويحققوا نتائج كبيرة قاسي سعيد سكوت لابورتا وعدم رد. لكن ممكن أن ماشي في ذكرك ميدو فيغو لما كان جاي الريال وبعد برشلونه، شفت المعركه اللي صارت ما بين الرؤساء تاع برشلونه والريال. برشلونه وريال مدريد لعب 4 سنوات على ما اعتقد في برشلونه، بعدها مشى لريال مدريد لانه كان وقع ان بري كونترا مع بيراس، ولم يكن ينتظر ان يفوز بيراس بالانتخابات، وحتى انه شفت المعركه اللي صارت. وبعدها لما فاز بيراس بالانتخابات كرئيس ريال مدريد، فيغو تخوف مع وكيل اعماله، طالبوا بفسخ هذاك البري كونترا العقد الاول، هددهم بيراس ب 50 مليون بيزوس، يعني كان بيزوس هذاك الوقت يعطيو لهم 50 مليون اورو. 50 مليون بيزوس، 50 مليون اورو. هل مالت الان كفه الموازين في الدوري الاسباني لمصلحه الدوري الاسباني بهذه العقليه، بهذا التسيير، بهذا الخنق
الانديه من جانب سلم الرواتب يسير ليكون دوري النادي الواحد مثل الدوري الالماني تماما. قد نرى بعد 3-4 سنوات. دوري برشلونه علاش يكون دوري ريال مدريد؟ هل ريال مدريد هو المتسبب في هذا الامر؟ ليس المتسبب في هذا الامر، لكن هناك فريق لما احسن نشوفوا التسيير وفريق اساء التسيير. كاين امورات اخرى كاين مجازر ارتكبها روسيل وارتكبها بارتوميو ميدو. هاد الشخصين، هذا الرئيسين يجب ان يحاسبا في محكمه لاهاي لانهما تسببا في اغراق واحد من اعظم الانديه في العالم. وماذا حدث لاشبيليا؟ عنده روسيل وبارتوميو. اشبيليا عمره ما كان نادي كبير، فالنسيا عمره ما كان نادي كبير. وماذا حدث للانديه الصف اخرى؟ الثاني والصف الثالث في اسبانيا. فالنسيا لما تعود للصح لحقوا للنهائي رابطه الأوروبا. لا تقارن برشلونه مع الانديه الصغيره. ما كيف ماشي كيف. هذه انديه صغيره مقارنه ببرشلونه. ماشي صغيره مقارنه ببرشلونه اقول. انديه كبيره في الدوري الاسباني اشبيليا وفالنسيا. يا ميدو لا يمكن ميدو ان تقارن فالنسيا واشبيليا بنادي برشلونه. برشلونه يبقى فريقا قويا حتى لو تلاعب به الزمن وتلاعبت به الايام، حتى لو وصل مبابي الى الريال. البرشلونه يبقى ناديا عملاقا. اكيد برشلونه وريال مدريد ناديين عملاقين، لكن حتى فالنسيا واشبيليا وبعض الانديه الاسبانيه اتلتيكو انديه قويه وهي ملح الدوري الاسباني. خاصه انا واحد من الناس نحب نشوف مباراه فالنسيا، لكن ليس هذا الموسم الماضي. قبل لما كان فالنسيا الذي لعب فيه باراخا ولعب فيه دافيد فيا ودافيد سيلفا في السنوات الاخيره، اليوم يعاني. موسى صايب ماجر ثاني ميدو جاسوس في غرف تغيير ملابس برشلونه. ما حكايه هذا الجاسوس الذي يريد تشافي ان يكشفه امام الراي العام؟ وماذا حدث هذا الاسبوع؟ فيه حديث على وجود جاسوس في غرف تغيير ملابس نادي برشلونه. اجتماع بلاعبين واللاعبين اليوم شكوا بانه هذا الجاسوس موجود في الطاقم الفني لتشافي. جاسوس يعني يسرب الاخبار للصحافه. تسربت للصحافه لاعبين. اذا متابعينا الكرام، كما شفتوا ردة فعل الاعلام الجزائريه بعد الاداء العالمي للمغربي الاسد المغربي للمنتخب المغربي ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد الاسباني ضد النادي الفرنسي